السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهارده في مطبخ أم ياسين على قد الإيد. بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، وعيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية والناس كلها، يا رب بخير ويمن والبركة. النهارده بقى في مطبخ أم ياسين هنعمل الترمس. ازاي الترمس يقعد معاكي مدة طويلة في الحر اللي احنا فيه ده؟ ازاي ما تحطوش، ممكن ما تحطوش في التلاجة ويقعد شوية، مثلا أيام العيد 4 5 أيام من غير ما تحطيه في التلاجة. دلوقتي في مطبخ أم ياسين احنا جبنا الترمس ونقيناه كويس قوي، وإيه، وزي ما حضراتكم شايفينه كده زي الفل. ده مش مر، ده السريع. احنا النهارده يوم الوقفة، وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وبالفرح والسعادة دايما يا رب، اللهم امين. دلوقتي بقى احنا هناخد الترمس بتاعنا ده، هنغسله كويس جدا تحت المية، وهنرجع له. احنا غسلنا الترمس بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي هنحط حلة على النار، وهنسقط فيها الترمس بتاعنا اهو على نار عالية، وهنحطه جوه ني، مش هنبله قبلها بيومين. احنا مش هنعمل العادة القديمة دي، انا كنت بعملها على طول، اللي انا قابله قبلها بيوم، وبعد كده بعد ما ينفش ويبقى كويس وباين كده احطه على النار. لقيته ما بيقعدش معايا يومين يا جماعة، يعمل الريم ده بتاعه وايه، ويبقى ريحته وحشة وطعمه فيه اكنه قاعد وبايش. تمام. اما احنا دلوقتي حطينا ميه على النار، وحطينا عليها الترمس بتاعنا فيها، وبعد ما غسلناه، الحله بتاعتنا على النار كده، وهنسيبها، هنغطيها بقى، وكمان شويه هنيجي نشوفها. اهو يا جماعه بعد ما غلى شويه الترمس زي ما حضراتكم شايفين كده، هو لسه يا جماعه، لسه بصوا طالع لفوق كده، بصوا لسه ما نفش ولا اي حاجه. احنا معاه ده موص ولا حاجة، احنا معاه لحد ايه ما نلاقيه نشف وصفر. ماشي يا جماعة، انا بس بوريكم المراحل بتاعته. بصوا يا جماعة، بدأ واحدة واحدة تصفر وواحدة لأ. هنخليه على النار برضو لسه لحد ما كله هيصفر وينفش. بصوا يا جماعة، بصوا نفخ ازاي، ايوه بيستوي. بصوا نستنى عليه شوية، وهو يا جماعة استنينا عليه شوية ما شاء الله، وقفلنا عليه بقى. اما لقينا كده التمثيلية استوت، ولقينا بقى، بصوا كانت الاول طافية على الوش، دلوقتي شوية شوية بتقعد في قاع الحلة زي ما حضراتكم شايفين، ولقيتها استوت يا دوبك كده. تغليها 4 5 غلوات كده. بصوا يا جماعة، اهو الترمس بتاعنا اهو بعد 3 4 ساعات سبته في المية بتاعته المغلية. بصوا شكله ما شاء الله. انا دلوقتي على اخر النهار كده بقى، ايه، بعد المغرب يعني هصفيه من المية اللي كان مغلي فيها، وبعد هشطفه تاني، وبعد كده هحطه ان شاء الله بقى في الملح والشطة واللي انا ايه التوابل اللي انا هحطها. ماشي يا جماعة، ده التيمس بتاعنا يا جماعة، وحطوا عليه بقى الملح والشطة بتاعته. وما تنسوش تدعموا قناة أم ياسين على قد الإيد باللايك والشير والسبسكرايب، علشان أنزل لكم حاجات جديدة. وكل سنة وحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسلام يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الناس جميعا بالخير واليمن والبركة. انتوا عايزين يا جماعة تحطوا كده طبق وترششوا عليه، تمام، وتعصروا ليمون. عايزين تحطوا في الحلة كاملة، تمام، وده الأحسن علشان ما يمرش.